يا اهلا وسهلا. انا امير، وبهذا الفيديو رح اعلمكم كيف تبنوا AI agents حتى لو كنتم مبتدئين تماما. شعبية ال AI agents عم تزداد بشكل جنوني. واضح انه سنة 2025 حتكون سنة ال AI agents بكل بساطة. بس مثل ما الانترنت والبيتكوين، اغلب الناس رح تضيع هذه الفرصة. لهيك اذا حابين تبلشوا تبنوا معي بطريقة سريعة وسلسة، تابعوا الفيديو للاخر. خلونا نبلش اول شيء باهم شغله حنكون عم نستخدمها اللي هي N8N، واللي حاشرح لكم عنها بخلال سياق الفيديو. اول شيء بتعملوه بتروحوا على n8n.io وبتعملوا get started for free. الحلو انه رح تاخذوا 14 days free trial، يعني فيكم تجربوا اذا هذا الشيء انتم اللي حابين تعملوه او لا لمده اسبوعين. فالموضوع جدا بيستاهل. هلا انا عندي اكونت طبعا، فرح روح على already have an account، بحط اسم الاكونت اللي إلي، بعمل ساين ان، حيطلب مني الايميل والباسورد. طبعا هون لازم احطهم. اول ما يفتح الاكونت عندكم رح يطلع عندكم دغري الداشبورد او الاوفر فيو، اللي هو رح يفرجيكم وين البروجكتس اللي لكم واي ورك فلوز انتم عم تشتغلوا عليهم. على اليسار فيكم تلاقوا مطرح البروجكتس اللي هو فيه البيرسونال، او حتى فيكم تعملوا ورك سبيس خاصه باي بروجكت معين انكم اللي بدكم تشتغلوا فيه. هيدي بتصير مهمه لما تصيروا متطورين لقدام. حاليا هذا الاكونت انا عندي فيه بس 2 ورك فلوز، بس رح نحن نعمل اليوم ورك فلو من الصفر مع بعض. لهيك حنروح على create workflow. شغله كتير اساسيه لازم اوضحها ببدايه هذا الفيديو، انه اي حدا فيكم قادر يكون عنده القدره انه يعمل اللي حنعمله اليوم. ما بده حدا يكون لا مهندس كمبيوتر ولا عنده اطلاع عن البرمجه، ولا حتى لازم تكون بتبرمج. كل شيء لازم تعمله انك تجيب مخك معك ويكون عندك شويه ابتكار وكرياتيفيتي، لانه هيدا هو الاساس بهذا الشغل. اذا انت بتطلع بفكره بعد حدا ما طلع فيها، وبتطبق الايجنتس انه يشتغلوا بطريقه انه يعطوا سيرفيس بعد ما تقدمت، فانت رح تكون سبقت كتير غيرك حتى بلا اي معرفه بالكمبيوتر. لنكفي. هلا خلونا نبلش باول ستيب. اول خطوه هي دائما حتكون التريجر، اللي هي الشغله اللي بتحفز الاوتوميشن انه نبلش. يعني شو لازم يصير لحتى الاوتوميشن يعرف انه صار هيك لازم انا بلش شغلي. لما تكبسوا على اد فيرست ستيب، مثل ما قلنا في عنا التريجر، وعنا كذا نوع من التريجرز انتم قادرين تقدروهم وقادرين تجربوا فيهم لقدام. طبعا حنكون عم نعملهم مع بعض. مثل ما شايفين في التريجر مانيولي، انك انت تقول له اوكي هلا بلش الاوتوميشن. بس طبعا الاهم انه لما يكون التريجر مش مانيولي، انا بفضلها تكون عبر مسج. بدنا نقول مثلا اليوم يمكن حنختار نحن اون تشات مسج. كتير حلو الاون فورم سبمشن. اذا عندكم ويب سايت بيفوت اي حدا من الكلاينتس او من الزباين بيعبي فورم، بس يتعبى الفورم بتكفي الاوتوميشن. كمان بفيديوهات جايه حنحكي عنها. وفي اون سكادجول بتنقوا الوقت اللي لازم تصير فيه، في على كول، في على ايفنت معين. يعني كل الاشياء اللي هي عمليه حتلاقوا التريجرز موجودين هون. وهلا بعد ما عرفنا شو يعني تريجر، مثل ما اتفقنا لازم يكون اول ستيب دائما انه نختارها. لهيك بنروح على اد فيرست ستيب، وفينا نحن مثل ما قلنا بنختار من هدول. انا حابب اختار تيليجرام، اللي هي بالنسبه لي حاختارها لاول فيديو شرح لكم، لانه اسهل شيء. طبعا فيكم تختاروا واتساب، حنعرف كيف نعمل واتساب. فينا نختار دغري من جوجل شيتس توصل، وفينا نختار من جوجل دوكس، فينا نختار من كتير اشياء. يعني شو بيخطر على بالكم قادرين نعمل هون. ولكن لسبيل هذا الفيديو مرة تانية رح نختار التليجرام. ولما نقول تليجرام كمان في عدة اشياء ممكن تحفز الاوتوميشن نبلش. نحن حابين نروح على الاون مسج، معناته اول ما يوصل مسج على تليجرام على البوت اللي رح نعمله رح تبلش الاوتوميشن. وقبل ما يغط على قلبك لما شفت هذه الشاشة قدامك، الموضوع جدا بسيط. مقسمة الشاشة مثل ما شايفين لثلاث اقسام. القسم اللي على اليسار اللي هو انت شو عم بيفوت لعندك. طالما نحن قلنا التريجر هي الشغله الوحيده اللي ما بيفوت عليها شيء، ولكن لقدام رح تشوفوا شو يعني ان الانبوت. بالنص هي نحن السيتنجز شو حابين نعمل فيها، وعلى اليمين مثل ما قاريين فوق هي الاوتبوت. هلا بتشوفوا كيف كتير موضوع سهل بخلال الفيديو. طالما نحن اتفقنا انه تليجرام هو التريجر تبعنا، لازم نروح ونعمل كونكت للتليجرام اكونت اللي قلنا كرمال يصير في التواصل. هلا انا حاليا عامل كونكت مثل ما شايفين هون، بس اذا انتم ما عاملين، وعلى الارجح حتكونوا ما عاملين، بتروحوا على create new credential. حاليا كل شيء مطلوب منكم انه تجيبوا الاكسس توكن. كيف بتجيبوها؟ بسيطه. بنروح على الاوبن دوكس اللي فوق، وبننزل شوي حيكون قايلين لهون انه لازم نعمل تشات مع البوت فاذر تبع تليجرام. نكبس هون لحاله رح ياخدنا على البوت فاذر. انتو بس تعملوا ستارت بوت رح تروحوا تلقائيا على تليجرام. انا حاليا عامل له ستارت لهيك ما راح،
بس اذا بتجوا لهون بتشوفوا انا عندي اياها هون. نعمل هاي شوي minimize ونعمل الستارت. وهلا بعد ما عملنا ستارت لازم نعمل اول شغله اللي هي نعمل سلاش نيو بوت. بس نعمل النيو بوت حيقلنا شو بدكم نسموه. لسبيل هيدا الفيديو بعد مرة رح نسميه جوجل AI agent. هلا بتعرفوا ليه، بس نبلش بالفيديو. وهلا رح يطلب منا نعمل يوزر نيم ولازم ينتهي بكلمة بوت، فخلينا نسميه أمير underscore AI underscore agent underscore bot. وهلا صار عنا الاكونت اللي نحن بدنا اياه. اذا بنكبس هون دغري حنفوت على جوجل اي اي بوت اي ايجنت اللي نحن بدنا اياه اللي هو بوت. وكمان نحن اللي بدنا اياه بنرجع نعمل باك، اللي بدنا اياه حاليا هو الاكسس توكن. هيدا ما تعملوا شير لحدا ودائما خلوه سيف لانه هيدا ما لازم يكون حدا بيعرفه. طبعا انا رح اغيره قبل ما انزل الفيديو. بنرجع بنيجي على N8N نعمل paste هون وبنعمل save. ننطر شوي وراح يحطوا لنا مفروض connection tested successfully. وبعد ما عملنا paste للتوكن اللي قلنا وصار عندنا الكونكشن مثل ما قلنا tested successfully، دايما حيكون في saved. انا بعملها دايما save على صحة السلامة. انتم ما تنسوا تضلكم تكبسوها لما تخسروا ولا شيء من اللي عم تعملوا له edit. لنتاكد اول شيء انه مشي حال التريجر نعمل تيست للستيب اللي مطلوب منا انه نروح على تيليجرام، نروح على الايجنت اللي قلنا ونكتب هلو. لازم نجي لهون ويكون مش الحال مثل ما شايفين. هي حطوا تكست هلو يعني وصلت الرسالة من تيليجرام على N8N اللي قلنا يعني مش الحال. نرجع مثل ما قلنا فينا نعمل كانسل، فينا نعمل سيف على طول على صحة السلامة. وهلا رح نكفي بسكند ستيب الفلو اللي هي لازم نعمل سويتش. شو هي السويتش؟ السويتش هي حرفيا انك انت تكون ماشي بطريق واحد وياخدك على طريقين، هيك انت عم تعمل سويتش، كل طريق بتوديك على شيء تاني. وبهذا المسار اللي عندنا هون لما نحن عملنا التريجر اللي هو على التليجرام ممكن يكون بعدنا تكست، ممكن يكون بعدنا فويس، لهيك بدنا سويتش. السويتش رح نروح عليها بالبلس هون، رح نكتب هون سويتش يعني SWI سويتش. وانا بنصح بشغله لما نعمل السويتش كرمال نقدر نعمل دغري واير للتكست فاليو بلا ما نحن نضطر نعمله مانيولي وايرنج. الشيء الاسهل شيء تعملوه هلا انسوا شو حكيت، هذا الحكي للي بيفهم بالموضوع. اللي ما بيفهم بكل بساطه عملوا مثل ما انا عم بعمل. بتروحوا على تيليجرام بعد مره بتكتبوا شيء تاني مرحبا وبتجوا لهون وبتعملوا تيست ورك فلو بعد مره. هلا حطوا لنا ورك فلو اكزيكيوتد سكسسفولي. ليه عملت هيك؟ لانه هلا لما بدي اجي على السويتش رح يكون صار عندي انبوت، انا من شوي عملت لها ديليت لهيك كان الانبوت هلا مختفي. لما عملت التيست بعد مره صار عندي انبوت. ليه عملت هيك؟ كرمال نحدد انه انا هلا عملت تكست فاليو لحدد امتى بيعرف التليجرام او عفوا امتى بيعرف الايجنت او الاوتوميشن اللي عندي انه هيدي تكست. السويتش عندي كيف رح يعرف انه هي تكست؟ رح نجي اولا بنروح على الفاليو، خلينا نعمل رينيم هون نسميها لهاي تكست. امتى بيكون تكست؟ لما الفاليو، شو هو الفاليو؟ بنيجي على التكست لتحت على اليسار اذا شايفينه. خليني بس غير الكاميرا. تحت على اليسار في شيء اسمه تكست وحده مكتوب مرحبا. بتعملوا بس دراج على الفاليو 1 لحاله. لما يكون الفاليو 1 مش equal to بتنقوا string exists، يعني لما يكون موجود هذا الفاليو اللي هو تكست رح نعرف انه الاوتبوت هو تكست، يعني رح نروح بمسار التكست. كيف بدنا نعرف؟ هلا بنعمل روت تانية، خلينا نسميها rename voice. كيف بدنا نجيبها لهاي؟ كمان اسهل طريقة انك تروح على تيليجرام بنبعت فويس على الايجنت مرحبا مرحبا. فهلا بنعمل تيست ستيب كمان، نيجي لهون بنعمل ديليت، بنعمل تيست ستيب، نيجي لهون. هلا تغير الموضوع، اذا بتشوفوا صار في عنا فويس وصار عنا الاي ديز اللي موجودين هون. اللي بدنا نعمله انه بدنا ناخد الفايل اي دي وبنروح فيه على الفاليو، وكمان لازم يكون string exists. حاليا هلا شو عملنا؟ لما بيكون في تكست حيعرف انه هو تكست، لما يكون في فويس رح يعرف انه هو فويس. وهلا اهم شيء لازم نعمله دايما نكبس اي مكان برا الفيلدز اللي شايفينهم قدامنا، نعمل باك او نروح على الماب اللي عنا
ودايما ما تنسوا تعملوا سيف. هلا حاليا مثل ما شايفين السويتش صار بياخذنا بتو بمسارين، المسار الاول اللي هو التكست والمسار الثاني اللي هو الفويس. طيب هلا حاليا بدنا نقول كل مسار شو حيصير فيه بقلبه. فالمسار اللي سميناه تكست خلينا نروح نعمل نزيد شيء اسمه edit fields او بغير كلمات اللي هي بيقولوا لها set عاده. هون مثل ما شايفين الانبوت فاضيه. اسهل طريقه كرمال ما تضطروا تعملوا كوبي بيست لكود وتوجعوا راسكم باشياء انتم بالغنى عنها، فيكم تعملوا تريك كتير حلوه انا بحب استخدمها، اللي هي دائما بعمل تيست بالاول، بجيب داتا ومن الداتا بعمل لها دراج من الانبوت للفيلد اللي انا بدي اياه. رح تفهموا شو قصدي. بنجي هلا مثل ما شايفين هون فاضيه، لهيك بنروح على تيليجرام، بنرجع بنكتب مثلا مرحبا مرحبا، نيجي لهون نطلع لبرا وبنعمل دايما سيف وبنعمل تيست ورك فلو. هلا اذا بنرجع بنفوت على الاديت فيلدز بنكبس مرتين رح تشوفوا بطلت فاضيه، صار عندنا انبوت موجود بقلبها الداتا اللي ممكن نحن نستخدمها لنعبي الفيلدز. نحن هون بدنا نعمل اد فيلد. شو الفيلد اللي نحن اتفقنا نعمله اللي هو التكست صح؟ والفاليو شو هي اللي حتكون؟ كرمال ما انت تقعد تكتب مثل ما قلنا بنجي بكل بساطه على وين الفاليو تبع التكست. هذا فاليو التكست، بنجي هذا فاليو التكست مثلا بنكبسها وبنعمل لها دراج على مطرح اللي مكتوب فيه فاليو. وهلا بنعمل نكبس اي مكان برا وبنعمل سيف. تمام، هيدي مشي حالنا فيها. هلا بدنا نروح على المسار اللي اسمه فويس. المسار اللي اسمه فويس شوي كومبليكيتد اكثر، بس ما في شيء صعب كومبليكيتد مقارنه بالتكست. ليه؟ لان احنا لما نبعت فويس بدنا نجيب اولا الفايل من تليجرام اللي هو الفويس فايل، بعدين بدنا نعمله ترانسكرايب ليتحول من فويس لتكست، وبعدين رح يصير عندنا التكست اللي بدنا اياه لنكفي شغل فيه بالاوتوميشن اللي عم نشتغل عليها. فاول ستيب بدنا نعملها مثل ما اتفقنا انه بدنا نجيب الفويس فايل من تليجرام. لهيك بنروح على البلس وبنكتب تليجرام، وبقلب تليجرام بدنا نروح على get a file. هون مثل ما شايفين ما فاضي على الانبوت، بدنا نعمل نفس التريك ولكن ما حيخلوكم تعملوها الا ما يكون الفايل اي دي بقلبه اي شيء معبى. يعني هي هيك بس تريك سريعه انه بتكتبوا هون وات ايفر. تمام، بتكبسوا برا. وهلا بدنا نعمل تيست للورك فلو، دائما اعملوا سيف. هلا بدنا نعمل تيست للورك فلو مثل ما اتفقنا قبل. نجي على الفويس نوت بنقول هلو 1 2 3 هلو. وهلا بنعمل تيست ورك فلو. ما تحكوا لهم حيحطوا لكم في مشكله لانه احنا حطينا اي دي غلط. نحن كل شيء استعملناه هلا بس كرمال نجيب الاي دي المضبوطه. يعني حنمحي الوات ايفر هون وحنجي على الاي دي المضبوطه اللي هي فايل اي دي وبنعمل لها بيست. وهلا بنكبس وين مكان برا وبنعمل سيف. فهلا اذا بنيجي بنعمل مره ثانيه تيست فين نكبس هون ديليت للتيست ورك فلو. هيدي الديليت مثل ما اتفقنا ما بتخوف، هيدي الديليت بس للتيست اللي اشتغلنا فيها ومش لاي سيت اب نحن عملناه. هلو 1 2 3 هلو. نكبس تيست مثل ما شايفين executed successfully. هلا صار عنا الفايل جبناه، بس نحن ما خلصنا بعد. ليه؟ لانه بدنا نعمل ترانسكرايب، بدنا نحول الفايل الفويس لتكست. تمام، هون بيجي دور OpenAI. هلا OpenAI بيجي دورها كرمال تعمل ترانسكرايب للفويس فايل اللي عنا من تليجرام. يعني نحن عملنا جيت فايل، صار الفايل بايدنا بس بدنا نحوله من فويس لتكست. لهيك بنجي على النود اللي حدها وبنكتب OpenAI. هلا شو بدنا نعمل؟ في كتير اوبشنز حنستعملهم بفيديوهات تانية كمان. هلا حنستعمل بعض الاوبشنز بكفاية هذا الفيديو. بس اول ستيب بدنا اياها اللي هي ترانسكرايب ريكوردينج. انتبهوا هي غير ترانسليت ريكوردينج، بصوا على الصح. وهلا بدنا نعمل كونكت للاوبن اي اي اكونت اللي لنا. الموضوع جدا سهل، نفس الاكونت تبع تشات جي بي تي اللي كلنا عنا اكونت. نجي لهون انا عامل كونكت بس مرة تانية اعتقد انتم ما حتكونوا عاملين، لهيك حنروح على create new credential. لما تشوفوا اي بي اي كي ما يغطى على قلبكم، الموضوع جدا بسيط. حنروح على الاوبن دوكس لهون وبننزل لتحت على الاي بي اي كيز. هلا بدنا نعمل لوج ان بنفس الاكونت تبع تشات جي بي تي اللي لكم. راح اضطر هلا اعمل فول كام بس شوي كرمال اعبي اللي بدي اعبيهم. تمام، وهلا رح يفتح عندكم هيدي الصفحة. أنا عاملها اوريدي لل N8N transcribe مسميها. وهيدي السيكريت كي اللي هون فيكم تعملوا كمان new secret keys
مرة تانية حاعمل هون مثل ما شايفين على الشاشة فوق create new secret key. كرمال ما اضطر اعمل لها ريفوك بعد شوي وطول بوقتي، رح اعمل فول سكرين لطلعها من الاكونت، او بالاحرى انا عامل لها كونكت. انتوا بس تكبسوا على create new secret key رح يطلع قدامكم، بتعملوا له كوبي وبنروح مع بعض نعمل لها بيست هون. مثل ما اتفقنا انا اوريدي عندي اكونت فما في داعي اعمل مرة تانية، وبعدين بتعملوا سيف. تمام، انا حاعمل اكس لانه اوريدي عامل كونكت. وهلا بنكبس برا. اذا هلا بنعمل تيست ورك فلو، بنجي على التيست اللي عنا على التليفون hello hello 1 2 3 امير is here. بنشوف اخذت مشي التريجر، عرف انه بعت له فويس مسج، راحت السويتش عرفت انه فويس، نزلت لتحت جابت الفايل، راحت على اوبن اي اي عملت له ترانسكرايب لنشوف اذا الترانسكرايب صح او لا. نجي لهون مرحبا مرحبا 1 2 3 امير is here. ما بعرف لك كتبها بالعربي، آه، ترجم لحاله كمان بعدين قلت له يعمل ترانسكرايب. على كل حال خلينا نجرب مرة تانية نشوف اذا حيرجع يترجم. hello hello how are you doing. نعمل تيست ورك فلو مرة تانية، نجي لهون hello hello how are you doing. وهلا بعد ما قررنا شو حيصير بكل مسار، لازم نبلش باحلى خطوة بالفيديو تبع اليوم، واللي هو عن جد البيز تبع اي شيء له علاقه بالاي اي ايجنتس، وخاصه على N8N اللي هي البلاتفورم اللي عم نشتغل عليها. بنطلع على البلس اللي فوق وبنكتب AI agent. الاي اي ايجنت حرفيا يا جماعه، هلا رح نعمل شيء هون، رح نعمل له باك، بنزيحها شوي هيك. وعلى فكره اذا بدكم تحركوا بقلب الماب، اذا بتكبسوا كنترول وبالماوس يعني بهاي اذا بترجعوا رجوع بتعملوا زوم اوت، اذا قدام بتعملوا زوم ان، واذا بتكبسوا عليها للدولاب وبتزيحوا فيكم تزيحوا هيك. هاي شغله كمان حلو تعرفوها. وخلونا نوصل للميلتين عليها، يعني اذا طلعنا بالتكست بنطلع على الاي اي ايجنت، واذا رحنا بالفويس وعملنا له ترانسكرايب كمان رح نروح على الاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت هو حرفيا، خلينا نيجي على الفول كاميرا، الاي اي ايجنت هو حرفيا موظف انتم وظفتوه عندكم. يعني هيك بدكم تفكروا فيه انه انتم هذا انسان، انت عندك شركه بدك توظف انسان. اول شغله بتفكر فيها شو هو؟ انه بدك يكون عندك انسان عنده عقل يفكر لما تساله يجاوبك. لهيك بدنا نروح، فانت لما تيجي بدك توظفه بدك تشوف عقله مثل ما اتفقنا. لهيك بدك تروح على الشات موديل، وهون تختار من قائمة الموظفين، او خلينا نختار من قائمة المدارس. نحن بدنا الموظف تاعنا يكون دارس باي مدرسة. في مدرسة الانثروبيك اللي هو عادة بيطلع منها الموظفين اللي اسمهم كلود، في المسترل اللي هي المدرسة الجديدة الفرنسية، في الجروك تاعت ايلون ماسك، وفي ديب سيك الصينية. يعني هول المدارس طبعا كل مدرسة عندها فكر جديد، فكر معين متبعيته خلال دراستها. نحن هلا حنروح على مدرسة الاوبن اي اي تشات موديل لسببين. اول سبب انه الكل بنعرفها لتشات جي بي تي ومعودين عليها كلكم بغض النظر بشو استخدمتوها. وثانيا لانه اوريدي عملنا كونكت للاكونت الاوبن اي اي، فلما كثير نضيع وقت بنعمل كونكشنز. انتم بالمبدا عم تتبعوا هذا الفيديو لتجربوا اذا هالشيء حيعني لكم كثير او لا. لهيك حنروح على اوبن اي اي تشات موديل، حنعمل كونكت، بالاحرى حيكون اوريدي معمول الكونكت. حنيجي من الليست نختار هلا الموظفين اللي عندهم. يعني جينا على المدرسه هلا عم نختار الطلاب لنوظفهم عنا. كل الطلاب شاطرين، بس ارخص طالب هو الفور او ميني، هذا اللي ما حيكلفك كتير كاخذه عطا معه. نختاره، بنكبس اي مكان برا وبنعمل سيف. هلا هيدا الاي اي ايجنت اللي هو الفور او ميني وظفته، بس قوة الاي اي ايجنت مش بالموظف، قوة الاي اي ايجنت بشو بيعمل الموظف. لهيك بننسى الميموري حاليا هي تستخدم باشياء ادفانسد اكثر لما يصير عندك داتا بيس حاب تخزنها ويفكر فيها لحاله بعدين. اما نحن اللي بدنا اياه حاليا هو التول، انه شو بدنا اياه يعمل. حاليا نحن مثل ما اتفقنا ببداية الفيديو رح نختار جوجل، رح نحكي عنه اكثر، بس قبل خلينا نعمل تيست للورك فلو لنتاكد انه كل شيء تمام. لهيك خلينا نعمل بلس. بالاول نحن حنكفي بتليجرام. والحلو ب N8N انه عن جد مثل اي لعبه، يعني عن جد حتصير الببجي البرودكتيف تبعيتنا. ليه؟ لانه قادرين نحن ننقي، نحن نختار نلعب لعبه. يعني نختار والله اليوم بدنا نعمل اوتوميشن نبعت من تليجرام مسج على واتساب يعمل لنا 1 2 3. اذا حابين لنكون نحن مع بعض كرييتيف، لنكون عم نشتغل كانه سوا، بالكومنتس تبع الفيديو اكتبوا لي افكار حابين نحن نطبقها. وانا بختار وحده من الكومنتس ونعمل فيديو عنها او بطلع لايف وبنطبقها مع بعض.
الموضوع عن جد منه معقد، بس بده الواحد يكون عنده صبر، بده يكون باله طويل، وبده شوي يشغل مخه ليعرف كيف يربط الاشياء ببعضها. بس العشر سنين دراسة والكودينج والبرمجة وكل هالتفاصيل ما كتير حيزها انت حاليا لتقدر تعمل AI agents automations. تمام، بدنا نرجع للموضوع. نحن الاي اي ايجنت بدنا اياه يبعث لنا مسج، نحن خلص عملنا الجيت فايل، ما بدنا نحن ناخذ منه، نحن بدنا يعطينا. لهيك لما حطينا تليجرام بدنا نجي مثلا على send a message. خلينا نشوف اذا في send a message، send a text message. وهون دائما اكيد تاكدوا عاملين كونكت للتليجرام اكونت الخاص اللي نحن اخترناه. يعني مثلا هلا عندي 2 تليجرام اكونتس، بختار الاكونت اللي نحن هلا اشتغلنا عليه. وهون عندنا الشات اي دي وعندنا التكست. بس نصيحة قبل ما نعمل الشات اي دي والتكست، لانه ما حفينا نعملهم بلا ما يكون عندنا داتا والداتا فاضية عنا، وما حفينا نعمل تيست ورك فلو لانه هي فاضية. فكرمال ما نرجع نفوت بنفس الخبصة، اسهل شيء تعملوه انه تعملوا ديليت للتليجرام، بتعملوا سيف، بتعملوا ديليت للتست اللي عملناه. مثل ما اتفقنا الديليت اللي تحت ما بتخوف، يعني ما حيروح شيء من اللي انتم عاملين له سيت اب. بنعمل تيست ورك فلو، نجي على تليجرام، خلينا نقول hello world 1 2 3. ما بعرف ليه عم بحط 1 2 3. نجي لهون، ما مشكله، هيدي مش معناته في مشكله لانه ما كفت الايجنت، بس الورك فلو زبطت. اذا بنجي مرتين على الاي اي ايجنت رح يكون صار عندنا داتا. هلا رح فينا نشتغل. قبل ما نعمل التليجرام مثل ما اتفقنا ونجيب الشات اي دي، لازم نجي لهون على الاي اي ايجنت لنعرفه عن حاله، نقول له انت شو بتعمل. فبنجي على السورس فور برومبت، بنروح على define below. اولا بده يعرف هو امتى بيشتغل. فخلينا نتفق على التكست انه انا كمديره رح احكي معه. فكيف رح احكي معه؟ حكيت معه انا بالتكست، بجرة للتكست، بحطها بالتكست فيلد، وبكبس اي مكان برا، وبعمل سيف. برجع بفوت عليها مرتين. هلا بدنا ننزل على الاد اوبشن، بنحط سيستم مسج. شو السيستم مسج؟ انه انا هلا عم بتحدث معه للاي اي ايجنت تاعولي، عم عرفه شو لازم يعمل. هيدي ديفولت دائما تكون you are a helpful assistant. خلينا نحط you are a helpful personal assistant. I would like you to answer all my questions or messages in a clever and correct way. مثل ما شايفين بتحكوا معه عادي كأنه عم تحكوا مع رفيقكم، يعني ما ضروري تكونوا كتير عم بتفكروا شو الجمل اللي تكتبوها، لأنه AI بيفهم لحاله. فهلا نكبس أي مكان برا، نعمل سيف، نيجي على هلا التليجرام اللي هو وين حيبعث لنا المسج. يعني أنا حكيت معه، أنا عملت له تريجر مثل ما رجعنا لنفس الموضوع. عملت تريجر بتليجرام، عرف إنه تكست، راح على الاديت فيلدز ليوصلها للرسالة للاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت اخذ المعلومه من السيستم مسج، عرفناه شو لازم يعمل بالمعلومه، قلنا له نحن answer the questions اللي انا بساله اياهم. هلا شو بده يعمل؟ بده يعمل send a message اللي هي مثل ما قلنا على التليجرام. فبنجي على البلس، بنروح على التليجرام، شو بده يعمل؟ send a message. شو هي المسج؟ حتكون اللي هي الانسر تبع الكويستشن اللي نحن سالناه اياه، او الامر اللي نحن اعطيناه اياه. فبنروح على send a text message. وهلا عنا التشات اي دي. خلينا نعمل تيست بالاول. وهلا بنعمل تيست كمان نتاكد انه كل شيء شغال. بس دائما انا بفضل قبل ما نعمل تيست انه كل شيء بنلاقيه معبى احمر نعبيه شو ما كان. يعني مثل ما شايفين عبيت كلمات التخبيص. ليه؟ لانه اكيد هاي ما راح يمشي حالها لما توصل الستيب لهون، بس اقلها حافينا نمشي التيست لنجرب كل شيء صار قبله، لانه حيقدر كل شيء قبله يتحرك صح لحد ما يوصل لهالبوينت ويوقف. فبصير فينا نعرف شو صار بالبوينتس اللي قبلها. مثلا نجي لهلا لبرا لهون لنجرب التست لنشوف الاي اي ايجنت اذا حيعرف يجاوب صح. فشو بنعمل؟ سيف، بنجي على التليجرام. خلينا نسأله what is the capital city of Lebanon. نبعت له. هلا بدنا نمشي التست لنشوف اذا حيفهم صح. بنعمل تست، مثل ما شفنا راح كل الستبس اوكي. اخذ التليجرام، راح على السويتش، مشي التكست، راح على الاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت فكر بمخه بالاوبن اي اي، رجع طلع ورجع بعت لتليجرام. طبعا بتليجرام ما مشي الحال لانه حطينا اي دي غلط. بس اذا بنفوت مرتين على الاي اي ايجنت بنشوف على اليسار سالناه وات از ذا كابيتال سيتي اوف لبنان. بنشوف على الاوتبوت ذا كابيتال سيتي اوف لبنان از بيروت. مشي حال الموظف عنا بلش يستوعب وصار ياخذ ويعطي معنا. فهلا صار فينا عن جد نروح على تليجرام نظبط الشات اي دي والتكست اللي نحن كتبناهم تخبيص،
نجي على الشات اي دي بنمحيها. من وين بنجيبها؟ ننزل على الانبوت بنروح على السويتش، والسويتش بنروح على الشات، والشات بنروح على الاي دي اللي إلها بنكبسها وبنعمل لها دراج على الشات اي دي. نرجع بننزل على التكست. التكست نحن شو بدنا التكست اللي حرفيا الاي اي ايجنت جاوبه صح. لهيك بنروح على الانبوت تبع الاي اي ايجنت، بنروح على الاوتبوت اللي له، وبنروح نعمل لها دراج للتكست. هلا فينا نعمل نكبس وين مكان برا، بنعمل سيف، بنعمل ديليت، نعمل تيست ورك فلو لنبلشها. فهلا اذا بنيجي لهون وبنقول له how many wheels does a normal car have، مفروض يوصلنا مسج a normal car typically has 4 wheels. فالموضوع رائع جدا سريع. ولا تشوفوا هاي السرعة شو صار بهاللحظة، يعني هيدي اللي اخذت اقل من ثانية حرفيا. اللي صار انه صار لي تريجر لما عرفت انه في مسج انا بعتها، راحت على السويتش عرف انه انا كتبت كتابة، اخذوا على المسار اللي هو الاديت فيلدز اخذ التكست وبعتها للاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت شغل مخه اللي هو الاوبن اي اي، بعت الرسالة على مخه يعني على اوبن اي اي جاوب. الجواب راح على تليجرام از مسج وشفناها. كل هالخطوة صارت بأقل من ربع جزء من الثانية. فشي كتير حلو اللي وصلنا له لهلا. بعدنا على الشط، وهلا اجى وقت الدسم. ليه؟ لانه هلا الموظف بده يعرف حاله شو شغلته بالحياة، مش بس حيبعت مسجز، بده يعرف شو شغلته. وهون بيجي وقت التول اللي حكيتكم عنها. التول قادرين انتم تختاروا من مئات الاوبشنز اللي موجوده، وكل اوبشن قادرين تطلعوا منها 100 فكره. فانتم فعليا قادرين تعملوا افكار بعد ما في حدا لهلا عاملها. وخاصه نحن هلا حاليا بالهايب تبع الفكره. صح هي القصه مش كتير قديمه، مش كتير جديده، بس الادوات الجديده اللي بقلبها. عرفتوا شو قصدي؟ ف... ففي اشياء عن جد ممكن بعد ولا حدا ممكن يكون مجربها. هلا واحدة من الاشياء اللي حابين نعملها مع بعض كرمال تحبوا الاوتوميشنز والاي اي ايجنتس وهذا الفيلد كله من الشغل، هو انا حاب فرجيكم كيف فيكم تعملوا حساباتكم مع بعض. لهيك سميتها جوجل. ليه؟ لانه انا بدي اخليها تعمل لي حساباتي وتبعت لي اياهم على جوجل شيتس. فاذا بنكتب جوجل شيتس بنختارها لهاي. هيدي التول اللي انا بدي اياها. هيدي التول اول شيء بدنا نعمل كونكت للاكونت اللي لنا. اوريدي عامل لها اكونت سبق وعرفتوا كيف. اذا ما عندكم اكونت بتعملوا اد نيو اكونت وعرفتوا الطريقه كيف هي. بتطلعوا الاي بي اي وبتعملوا لها كونكشن. الموضوع جدا سهل يعني، ما راح يتحالي. الموضوع الثاني انه بتعمل تول ديسكريبشن. خلينا نعملها هلا سيت اوتوماتيكلي. هلا بتعرفوا شو الفرق بينه وبين السيت مانيولي. شو حيعمل الريسيرش؟ شو الموضوع؟ انه باي شيت بالدوكيمنت بده يشتغل. فانا بقول له ما بدي دوكيمنت بس، انا بدي شيت معينه بالدوكيمنت تشتغل فيها. فنجي هلا على الدوكيمنت فروم ذا ليست. هون الاكونت اللي بيختار منه. خلينا نفتح نحن شيتس. ثواني بس لاعمل اكونت، لانه انا عم بشتغل على الانكوجنيتو، فلازم فايتا. لازم يوصلني مسج لهون بقول له يس اتس مي، بحط له الرقم مزبوط، بعمل فايتا يوزر اوكي اكس اوكي تمام. ابريشن اوكي تمام. فهلا بنعمل بلانك سبريد شيت. وهلا برجعكم اهلا وسهلا فيكم. وهلا خلينا نسميها للدوكيمنت N8N بالصغير تيست. تمام. وكتير يعني اونلاين، كل شيء عم يصير هو اونلاين، وهذا الشيء اللي كتير حلو. حتشوفوا كل شيء بعينكم يعني. فاذا نجي على الورك فلو، نكبس وين مكان، نطلع لبرا يعني، بنيجي لهون نختار من الليست ال N8N تيست. واي شيء الشيت انا عندي بس شيت نمبر 1 فما في غيرها نستخدمها. فيني اجي كنت لهون وغير اسمها للشيت سميها شيء تاني. فحاليا كمان بنعمل لورا باك وبنعمل سيف. فهلا صار التول موجوده. هلا صار في يطلع معلومات من الجوجل شيتس، وصار في يعطي معلومات لجوجل شيتس. وبس خلونا نعمل شغله، انه نحن بالاخر لما نستخدم التول هي بتكون كسورس. يعني نحن مش هون بدنا اياه يشتغل عليها، نحن هون بدنا اياه يعطينا شيء. لهيك الافضل انه نحن نروح وما نختار الاوبريشن تكون append or update. خلينا دائما نستعمل الريد اللي هي مثلا get rows. بهاي الحاله انت لما تكبس برا هي حتكون ريد 100%.
بهاي الحالة انت رح تاخد منها المعلومات وبعدها رح تعمل لها append or update. يعني اذا بنيجي لهون بعد الاي اي agent بنكبس على البلس وبنرجع هون بنكتب جوجل شيتس هيلا، وهون بنعمل append or update in sheets. هون نختار من الليست ال N8N test، ومن الليست تبع الشيت نختار sheet 1. المانيولي خلينا دايما نعملها اوتوماتيكلي بفضلها انا وبالوقت الحالي. وهلا نعمل سيف. وهلا بعد شغله انه احنا ما بدنا اياه يبعث لنا شيء من جوجل شيتس على تيليجرام. يعني هلا حاليا خلينا نشيل تيليجرام على جنب. تيليجرام حنستعملها باوبشن تاني، بنعملها بفيديو تاني لما كثير نطول هذا الفيديو. بس رح اقول لكم هلا شو ممكن يكون تيليجرام فعلتها. بنعمل سويتش تاني بعدين. ساعتها اذا نحن بنسال على تيليجرام انا شو صرفت اليوم، بيجي على الريد بيقرا انا شو صرفته بيبعث لي مسج على تيليجرام. فهيك بيكون تيليجرام اخر ستيب. بس حاليا بدنا نحن نكون لليوم لفيديو اليوم بدنا اخر ستيب بتكون الجوجل شيتس. تمام. وهلا كل شيء كان على البطيء وعم بينعاد شوي شوي بكذا بارت لانه لازم تفهموا ال N8N كيف بيشتغل. بس المطرح اللي انت ما لازم تكرر نفسك فيه او انه تقلدني او انه يكون نفس الشيء مثلي، هو انه انا اصلا عم بحكي مع تشات جي بي تي. انا ما ضروري افكر شو بدي اكتب بالمسجز. شفتوني من شوي عم بكتب على البطيء بس لاعطيكم التست. تمام. لانه كان كتير سهل اكتب له انه كيف لازم يرد علي ويجاوب على الاسئله وهيك. بس لما نوصل للبارت اللي انا بدي اياه يفهم بالضبط كيف يحلل الانبوت تاعولي ويطلع الاوتبوت اللي بدي اياه، تشات جي بي تي رح يعرف يفهم علي اكثر. لهيك انا رحت لتشات جي بي تي، رح فرجيكم هو شو عطاني ورح اقول لكم انا شو قلت له. رحت على تشات جي بي تي، هذا المسج اللي انتم عم تشوفوها تحت هو اللي هو عطاني اياها. قلت له انه انا بدي احكي مع الاي اي ايجنت تاعولي ليعمل لي تراك للاكسبنسز تاعولي، تمام، ليفهم هو شو بيعمل. وقلت له انه هو لازم يعمل مانج، يعني هو لازم يفوت على الجوجل شيتس اللي عندي ويشوف شو المصاريف اللي عندي ليزيدهم. لانه مثل ما قلت لكم بارت 2 من هذا الفيديو رح يكون عم نزيد عليه انه كمان نساله شو صرفت اليوم بيقول لي شو صرفت. يعني يفوت يقرا المعلومات اللي عندي بالجوجل شيتس ويطلع لي اياها كمسج ويبعث لي اياها على التليجرام. بس اليوم نحن بس نضيف عليها معلومات للجوجل شيتس. يعني اللي حيصير قلت له add expense entries. يعني انا قلت له انه انا بدي ابعث له قل له انه انا اليوم اشتريت بيتزا ب $25 من بيتزا هات، وهو لازم لحاله يفهم الستراكشر تبع الجمله. يعني انا اذا بس بيجي بقول له فهم الجمله رح يفهم الجمله مثل ما هي ويحطها بسال بقلب الجوجل شيت. شو بدي فيها هيك؟ لا انا بدي اياه يفهم ان انا دفعت $25. $25 هي الاماونت اليوم. الديت هي اليوم. الايتم بيتزا من وين؟ الستور بيتزا هات وهيك. فنفس الشيء هيك فهم علي وكتب لي اياها بطريقه حلوه انه هو كيف يفهمها. يعني قلت له بدي اكتبها للاي اي، فحط له انه مثلا الاماونت the total amount spent for example $50 الايتم a clear description of the product or service purchased. يعني قلت له بيتزا كانت very clear. يعني هذا عم بيحكي عم بيشرح له شو لازم يفهم وكل هالتفاصيل. وكمان صار يشرح له انه الديت تبع اليوم لما قلت له today يعني الكارنت ديت. لما اقول له tomorrow لازم يفهم انه هو الكارنت ديت زائد 1. لما اقول له yesterday هو الكارنت ديت ناقص 1. ولما اقول له ديت معين مثلا 3rd of January خلص ما هي معروفة. تمام. وكمان شغله كتير مهمة هي قصة الفورمات تبع الاوتبوت. مثل ما قلت لكم من شوي هو بيفهموا هن بالجيسون، يعني اللي هي جافا سكريبت شيء ابلكيشن نوتيشن او شيء هيك. الجيسون هاي معناتها هيك. الفكرة منها انه انا لما اجي اقول له I paid $25 for pizza from Pizza Hut today، هيدي بتنحط كلها بسيل وحدة. لهيك لما تقلبها لتغيرها بفورمات الجيسون حتكون مقسمة اكتر ليفهمها ال N8N ليعرف كيف بده يبعتها لجوجل شيتس وتتقسم بكل كولوم لحال. يعني هذا الحكي عم بشرحه بسرعة، انتو حتشوفوه على ارض الواقع. انتو بس بتحكوا لتشات جي بي تي بتقولوا له شو عم تعملوا. هلا بعد في بس مشكلتين صغار، يعني قربنا نخلص ليصير عنا احلى اوتوميشن رح تشوفوها. والحلو انه رح تعرفوا انه انتم عملتوها. عرفتوا؟ يعني هذا الشيء اللي رح يميزكم عن كتير عالم، انه هذا الفيديو على فكرة انا اخترعته. يعني يمكن في ناس تاني عندها نفس الاوتوميشن معمول بغير طريقة، ولكن هيدي الفلو تبع الستبس هيدي انا مخترعها. يمكن سبب حدا تاني يكون عاملها بس بشك. على كل حال المشكلة هلا اللي حنواجهها انه اوكي صارت بالجيسون فورمات، بس لما انا اجي اكتب today
رح تضلها محطوطة بالجيسون فورمات بس مكتوب today. هلا today ال N8N ما رح يفهم شو يعني today، لازم اعطيه كود بلوك. هذا الكود بلوك هو اللي يخبره انه today هي بالفورمات اللي هو بيحبها، اللي هي مثلا 03 01 9 9 8، يعني هيدي ديت كبيت هيك تاريخها يلا ليفهم شو يعني هيدي. تمام. لهيك نعمل بلس، بنروح على كود بلوك. هذا الكود انا هلا حضرته طبعا بمساعده تشات جي بي تي. لهيك عم لكم عن جد انتم بس احكوا مع تشات جي بي تي وترايل ان ايرور، يعني يمكن تعملوا كوبي لشيء من تشات جي بي تي، تعملوا بيست يحط لكم ايرور، تعملوا سكرين شوت تبعتوها لتشات جي بي تي، شو المشكله بقول شو المشكله، بيعمل ابديتد كود، بترجعوا تجربوها لحد ما يمشي الحال. فبيجي انا بس ثواني على اول وحده، اذا بيجي لهون بعمل لك كوبي. ما حاشرح لكم اياها لانه حنضيع وقت على الفاضي، شرحت لكم الهدف تاعولها، بس شو الكتابات اللي مكتوبين هون مش مهم حاليا. بصير المشكله الثانيه عنا اياها بعد لازم نزيدها، هي كود بلوك تاني. شو الكود البلوك الثاني حيعمل؟ هو انه انا اوكي هلا غيرت مثلا الفورمات من توداي للديت بحد ذاته اللي هو لازم يعرفه، بس بعد شغله حلوه كرمال ما يكونوا كلهم بكولوم واحد، حاعمل كود بلوك يقسمها. انه اوكي لما اقول لك اماونت حطها بهذا الكولوم، لما اقول لك ستور حطها بهذا الكولوم. تمام. هلا بتعرفوا شو قصدي اكثر. اذا بعمل كود مره تانية وبرجع بجي على على التاني اللي هون، وبروح على الكود محي هذه اللي بتكون هي موجودة، بكبس اي مكان حيلا وبعمل سيف. خلينا نظبط شكله شوي، وهيدا صار الماب عنا جاهز. ان شاء الله يكون ما فيها ولا مشكله، رح نعمل تجربه دغري. هلا نعطي سيناريو بسيط. نحن ظهرنا من بيتزا هات واشترينا بيتزا وبدنا نحطها عنا بالجوجل شيتس لبعدين نعمل تراك نحن كيف عم بتطيروا مصرياتنا. لو نحن عن جد كل ما نطلع من محل اشترينا منه غرض بدنا نفوت على جوجل شيتس نقعد نعبيها وحده ورا وحده، رح نزهق واكيد ما في حدا رح يكون عنده كل شيء عم يتعبى صح. اما اذا بكل بساطه، خلينا نمشي التست ورك فلو، اذا بكل بساطه انا بروح على تليجرام، هذا تليجرام رح مشيه من تليفوني هلا ابعت منه فويس نوت. اذا بس بفتح تليجرام ببعت له بقول له I paid $25 today at Pizza Hut for pizza. لحاله انا وايدي هون راح تشوفوا كيف لحالها راح تعبي amount date ايتم وستور. رح تعرف انه الاماونت هي $25، الايتم هي بيتزا، الستور هي بيتزا هات، والديت تبع اليوم بلا ما اعمل شيء. فهلا لنعمل نفس التست، نرجع نجي لهون لتشوفوا كيف كل شيء حيكون عم يتحرك. حنعمل تست مرة تانية. I paid $100 for a new shoes today from Adidas. ليكوا السرعة اللي عم تصير فيها. هلا هقلكم شو كل شيء عملت. مش الحال. فحرفيا اللي صار انه التليجرام تريجر عرفت انه انا بعثت مسج على تليجرام، راحت على السويتش عرف انه هي فويس نوت، نزل لتحت عمل جيت فايل، جاب الفويس نوت فايل اللي انا بعته، راح على اوبن اي اي اعطاه الفايل قال له اعمل لي اياه تكست لو سمحت، عمله تكست طلع لعند الاي اي ايجنت. اجى لعند الموظف قال له يا حبيب قلبي انا بدي خبرك انه اليوم دفعت $25 او دفعت $100 لصباط جديد من اديداس. راح على الاوبن اي اي تشات موديل فكر فيها، عرف انه دفع على القد يعني لازم اقسم له اياها، اخذها على الكود 1 مقسمه. بس الاول كود لما قسم له اياها قال له توداي، بس توداي ما بيعرف شو معناتها الكمبيوتر، انه توداي هو 23/2/2025. لهيك بالكود 1 انا خليته يقسمها توداي، يحط الديت المضبوط لإلها ويرجع يبعتها على الكود الثاني اللي هونيك رح يقدر يقسمها، انه يعرف انه الديت ينحط بكولوم، الاماونت بكولوم، التايب الايتم بكولوم، والستور بكولوم اخير، وبيرجع بيبعته على جوجل شيتس مطرح ما رح يعمل ابند. فحرفيا هذا اللي صار. اذا نجي لهون شايفين $100 اشترينا نيو شوز من اديداس كمان بتاريخ اليوم. نعمل بعد تيست نغير فيها الديت. نعمل تيست. I bought a new house yesterday for $95,000. ليكم افخمه وحيطلع ضلني لبكره عم طلع اذا بدي.
ليكو 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 تجوا لهون. عن جد فخامة. الستور ما عارف شو الستور لأنه ما قلت لهم من مين اشتريتها فنوت افيلبل. مستحيل شو فخم، عن جد رائع. نجرب وحدة نقول له عن الستور. I bought another house 2 days ago from real estate agent for $150,000. فخامة. طلع 150,000 هاوس. قلت له another house يعني بطل النيو اعتبرها يمكن شو بعرفني. من الريل استيت ايجنت ومن يومين طلعوا الديتس. رهيب رهيب. فالموضوع جدا حلو. بارت 2 رح يكون انه ابعت له مسج قل له انا شو صرت صارف اليوم. هو رح يروح على الجوجل شيتس تاعيتي يشوف الديت تبع اليوم يحسب لي ويقول لي شو صرت صارف. بسأله اي سؤال عندي عن حساباتي. فستي تيوند لبارت 2 واي كومنت عندكم اياها رح جاوب عليها وان شاء الله بنعمل فيديوز عنها اذا كانت خارجين نعمل عنها فيديو. شكرا كتير لكل حدا وصل لهالمرحلة بالفيديو. بليز ما تنسوا اللايك كتير يعني بقدر السبسكرايب كمان ببلاش. ما حتكلفكن شيء بس رح تفيدني قوي حالي على اليوتيوب. اكيد ما تنسوا تعملوا فولو كمان على باقي السوشيال ميديا وشكرا مرة تانية.